انت عمال ترزع في ايه وتخبط في ايه يا عمرو في المطبخ؟ مفيش ياما طبقين كده قلت اما اغسلهم. وايه اللي انت لابسه ده؟ دي المريالة ياما عشان المية المريالة وكده. ده بتاعت حريم ديت يا ابني. ياما حريم ايه؟ انا بساعدها يعني. وهي انا تساعدها؟ هي ده انا قاعده على السرير. معلش ياما هغسل الطبقين دول. انا خلاص ولعت على الرز اهو وهعمل حبة السلطة. هو انت مطلوب منك تعمل كمان الرز والاكل؟ وايه المشكلة يعني ياما؟ ايه الوكسه اللي انا فيها دي؟ ده ريحته شايطه ايه خالص. ده اللي ريحته ده لسه ياما مولع عليه؟ وده ينفع؟ و... ده انت يا ابني ما كنتش بتساعدني في اي حاجه. كنت اقول لك روح هات لي العيش من الفرن يا عمرو، ما ترضاش ياما ولا ترضى تناول لي حتى كوبايه. ياما وطي صوتك ياما هتسمعي. ايه الجواز ده؟ هو كل من اتجوز يروح يعمل لمراته في المطبخ؟ طب ياما يعني معلش، ما لازم اقف معاها يعني. ما هي والده بقالها كتير يا ابني. خلاص ياما روحي ارتاحي وانا هخلص دول. ارتاح وانا ارتاح وانت واقف لي بالمريله وماسك لي الاطباق وماسك لي الحله اللي على الحوض. يعني انت عايز انا ببقى مبسوطه كده يعني؟ انا مش عايزاك تبقى كده ابدا. وايه اللي يزعلك يعني؟ لا ايه اللي يزعلني؟ ما اناش عايزاك تبقى كده، لان احنا زمان ما كناش بنعمل كده. وفي ايه لما اساعدها ياما؟ عيب يعني؟ هي خلاص ولدت وخلاص والحمد لله. ياما اسكتي صوتك ياما. صوتها ايه؟ انت بتخاف كده ياما اما اكنس مكاننا؟ لا انت هتكنس انت كمان. ايوه ياما اعملهم عشان المكان يعني فيه. هي تقوم تاكل وتقوم تقعد على السرير؟ وده ينفع ده؟ ايه المشكله ياما؟ ده حتى ابوك كان زمان كان ياكل ويحط الطبق مكانه. ياما انا كانش هكنس يرضى يغسل ولا يمد ايده فيه. عشان النمل ياما، عشان النمل. طب بالمره خد بقى العيال بقى شطفهم شخينه هم شطفهم بالمره. يلا الله يعينك ويقويك طب اوعى ياما عشان اكنس. على اللي انت فيه. اعمل لك كوبايه شاي ولا حاجه تشربيها؟ لا يا ابني، ولا عايزه شاي ولا عايزه قهوه. انا عايزاك تقعد معايا يا ابني شويه. انا هنا من الصبح وانت جات من الشغل عمال لا تشتغل لا تطبخ لا تغسل مواعين. طيب انا مش عارفه. هقعد عايزه معاكي بس اديني بس 10 دقايق عشان الغساله بطلت اهي، وفي الغسيل بتاع الشغل اللي هروح بيه بكره هنشره بس واجيلك على طول. وانت ليك ان انت تنشر الغسيل يا ابني في البلكونات؟ عادي ياما، ما انا نشرت قبل كده. والنسوان يشوفوك؟ ده انا كنت بعيب على الناس اللي كده يا ابني. عيب عليك يا ابني. ما انا هنشرهم على طول واجي. تنشر ايه يا ابني؟ حتى الغسيل عشان ايه الوقفه دي؟ عشان دول اروح بيهم الشغل بس الصبح. معلش هي تنشر؟ مش قادره في كل حاجه كده؟ عيب في حقك يا ابني. ياما لا عادي ياما، ما انا نشرت قبل كده. ده انا قايمه ماشيه يا ابني، انا قايمه ماشيه. ده انت هتنقطني ياما. طب خلاص اقعدي ومش هنشر، اقعدي ومش هنشرهم خلاص. لا غسيل لا طبيخ لا مش عارف ايه. سلام يا ابني، ده انت هتنقطني وهتجيب لي نقطه. ياما طب اصبري ياما. لا انا ماشيه مع السلامه. ما تبقى تيجي تقعد معايا هناك بقى في شقتي نبقى نقعد براحتنا. طب ياما في يوم كده هبقى اجيلك على رواق، مش هيبقى في عندي شغل كتير هبقى اجيلك فيه.